نمرة واحد، الاهلي ما عندوش مشكله مدربين. انا بقول لكم اهو، خدوا مني، الاهلي عنده مشكله لعيبه. الاهلي محتاج لعيبه، الاهلي ما عندوش لعيبه كويسه. شوفوا بقى قد ايه، محدش طبعا هيقدر يستجري يقول الجمله دي في مصر. انا بقول لحضراتكم اهو، واضح جدا ان هذا الفريق بعافيه. الفرقه دي عندها مشكله. ما تكلمنيش عن الزمالك، خلاص يعني نتكلم عن الزمالك في اطار اخر. انا بكلمك عن النادي الاهلي. وبعدين يا جماعه انا بأكرر انه النادي الاهلي ده نادي محظوظ. ليه؟ وعلى فكره كالعاده طبعا خلص الماتش من هنا ومصر، طب هنعمل لهم فجاه كانك بتتكلم عن المنتخب، هنعمل لهم ايه؟ طب هو الاهلي محتاج حد يجي يلعب؟ طب هو محتاج مش عارف يعمل ايه؟ طب لو جبنا مش عارف ايه؟ لا، اللعيبه وحشه، لا تجيب ولا تودي ولا على فكره لو جبت له جراديول ولا هيعمل اي حاجه. اللعيبه وحشه. الاهلي لازم وهو مغمض كده يصفي نص اللعيبه دي مع السلام. الاسامي اللي دفعوا فيها ملايين الملايين، في لعيبه اتدفع فيها ارقام خزعبليه ولا عملت للاهلي حاجه. عد حتى عدد الاجوان اللي جابها مش وانا قاعد. وبعدين سندوتشات بيض بالبسطرمه كتير جدا لاني كنت متضايق بنزف من جوه. الكيان بيتعمل فيه كده، الكيان حد يقرب للكيان كده. وبعدين معلش بقى، هو يا نكسب يا نشوح للحكم يا نزعق للحكم. هو يا كده يا كده، ما ينفعش. الفرق بتتغلب، الفرق بتتغلب. برشلونة اتغلب، ريال مدريد اتغلب، ليفربول اتغلب، كل الناس بتتغلب. ايه الفكرة يعني؟ على فكرة جون سموحة كان هايل، الهادي سليمان كان هايل 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 يعني. طبعا كابتن عبد الحليم لازم نهنيه، راجل بتحس كده انه مخلص. انت عارف في ناس تحس فيها بالاخلاص، يعني طبعا هو عنده خططه اللي انا ما بفهمش فيها، واعداد اللاعبين وان هو يحطهم في اماكن صح وكل حاجه، وان هو يكتشف لعيبه جديده، وكلهم كانوا هايلين على فكره. انما اخلاصه في العقد، تحس كل ما تشوفه كده ان هو مخلص في شغله. فعلا نموذج للمدربين المصريين المحترمين. قلبك مع عمرو أديب. عمرو أديب يسخر من فوز النادي الأهلي طبعا على نادي إنبي، فوز مهم جدا جدا يا أهلاوية، واللي يدينا دافع طبعا لقدام، مش يدينا دافع لنهائي أفريقيا. ده حتى لو خسرت طبعا ما يأثرش عليك بقى.